السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد من فيفا موبايل. فيديو النهارده هنشرح حدث الريوردز واهم اللعيبه اللي موجوده زي مالديني، ومن غير مقدمات انزل بالانتراب. تمام يا جماعه، زي ما انتم شايفين ان اهم لاعبين هم مالديني وزانيتي، بلس الحدث منقسم لست اقسام. تمام، اللي هو الديربي سوبر كلاسيكو، تمام، اللي ما بين الفرقتين دول، ورياض ديربي اللي ما بين النصر والهلال، والمانشستر ديربي اللي ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، والنورث لندن ديربي اللي هو ما بين توتنهام وارسنال. تمام، خلينا نشوف ازاي تجيب مالديني او زانيتي. اول حاجه لازم يكون معاك حاجه اسمها نقاط ريد رايفل توكن، تمام، لو انت عايز تجيب مالديني. لكن لو عايز تجيب زانيتي بتجيب حاجه اسمها بلو رايفل توكن، تمام. ده في حال لو جمعت 50 من الريد رايفل توكن تقدر تفتح اول مسار لمالديني، ونفس الكلام على زانيتي. طب تقولي ازاي اجيب النقاط دي؟ هقولك في كذا طريقه. ابرز طريقه منها ان انت تشوف فيديو او تفتح باكه من الستور، او تغير النقاط باللون الازرق للون الاحمر. تمام، ده كان شرح ازاي نجيب مالديني وزانيتي. لكن خلينا نبدأ في شرح المقايضات والكويست والشوب والتشانل مود. أول حاجة نبدأ في شرحها هي شرح المقايضات. تمام، زي ما انتم شايفين ان في 3 مقايضات جديدة. أول واحدة بتديك لاعب من 80 ل87 وريد رايفل توكن. عشان تعمل المقايضة دي لازم يكون معاك 4 مهاجمين بلس 70، وتلاتة نص ملعب بلس 70، أو 4 مدافعين أو حراس بلس 70. وتاني واحدة من 84 ل89 وتيجي معاك 10 ريد رايفل توكن. الطلبات بتاعتها نفس الكلام لكن زيادة في الأوفر. وآخر واحدة من 88 ل91 نفس الكلام عن الاتنين اللي فاتوا. تمام، وده كان شرح المقايضات. نخش على شرح التشالنج مود. لو دخلنا على الرايفلز ديلي تشالنج هيقولك ان انت هتاخد 2 بلو رايفل توكن وباكا من 80 ل94. والطلب بتاعت التشالنج ده ان انت يكون على الاقل الريت بتاع تشكيلتك فوق ال65، وبتلعب تمرين وماتش، تمام، ضد كمبيوتر يعني. وده كان شرح للتشالنج مود. نخش على شرح الستور. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين ان مع كل حدث جديد في باكات جديده، وابرز الباكات الموجوده هي البيزك باك، ودي ب 1225، والستاندرد باك برضو ب 1225. لكن الفرق ما بين البيزك باك والستاندرد باك ان انت بتقدر تفتح الستاندرد باك 10 مرات، لكن البيزك باك ممكن تفتحها من هنا لبكره. لكن الالترا باك دي بتاعت الناس الاغنياء يعني، مش بتاعتنا يعني. تمام، لو نزلت تحت شوية هنلاقي بوينتس اسمها الرايفل بوينت. دي عشان تجيبها عندك طريقتين. أول طريقة بالنقاط، بلس إن النقاط اللي انت بتجيب بيها الرايفل توكن دي يعني، دي لعبة تتلك بالحب. تمام، وتاني طريقة عن طريق حدث دوري الأبطال، بيجمع التوكنات بتاعت دوري الأبطال، تمام، وبتفتح بيها الباكة دي. صحيح نسيت أقولك على حاجة، ان اخرك ان انت تفتح 300 مرة بس بالطريقة دي. تمام، فبتقولي فايدة الرايفل بوينت دي ايه؟ هتعرف دلوقتي. ودي كانت يعتبر فكرة بسيطة عن الشوب. تمام، ونخش على الكويستس. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين ان في 3 مهام جداد اتضافوا، تمام، في الكويز. اول واحده واللي هي بيقول لك انت تكسب ماتش في الهيد تو هيد او الفيزا تاج او المانجر مود، تمام، فيهم. تمام، وتاني واحده بيقول لك ان انت تلعب من التشالنج مود اللي انا وريتها لك. وتالت واحده بتقول لك ان انت تفتح باكه من الستور. تمام، ورابع واحده والاخيره بيقول لك تعمل 4 اسيست في اي مود. لما بتعمل الحاجات دي بتاخد باكتين من 70 ل 8 من 70 ل 88، وبتاخد 5 بلو توكن، بلو بتاع التوكن دي. تمام، ده كان بالنسبه للرايفلز ديلي تشالنج. اما بالنسبه للرايفلز ويكلي تشالنج عباره عن ايه؟ عباره عن انت تعمل 10 مهام اليوميه. تمام، ده اول كويس. تاني مهمه ان انت تسجل 50 هدف في اي مود. انا مسجل 25. تمام، واخر واحده بيقول لك ان انت تعمل رانك اب للعيبه. تمام، يعني انت معاك لعيبه تعمل لهم رانك اب 5 مرات. تمام، ما تعمل ال3 مهام دول هيجيلك باكا من 83 ل 90، تمام، من رايفلز بوينت. وهيجيلك برضو 8 توكن بلو رايفلز بوينت. تمام، ده بالنسبه. وبرضو ايه ان هو هيتعمل له ريفريش كمان 6 ايام. تمام، ده كان بالنسبه للرايفلز ويكلي تشالنج. نخش على الرايفلز كويست. هم 5 مهام. تمام، وهيديك كمان 27. اول مهمه ان انت تسجل 100 هدف في اي مود عادي جدا. والتاني مهمه ان انت تعمل 80 اسيست، معلش، تجيب تمام، في 30 جون بالدماغ. تالت واحده ان انت تسجل ورابع واحده ان انت تفتح 10 باكات، واخر 10 واحده باكات من الباكه بيقولك العاديه او انت من الباكه البيزك. تمام، واخر واحده تمام هتكون موجوده معانا واخر واحده معانا ان انت تعمل 30 تاكلينج في اي حدث. ده لو واحد انت بتحب، انت مدافع اصلا، ده انت الموضوع هيجيبك. والمكافآت اللي تاخدها انت تاخد لعيب من 80 ل95، وتاخد ماسكرونو، وتاخد 50 بلو رايفلز بوينت. تمام يا جماعه، ده كان بالنسبه لشرح المهام. نخش على شرح الديربي. في الاول خالص بيجيب لك تختار ميليتاو او حمدي. تمام، هتقول لي مثلا انا لو اخترت ميليتاو، زي ما انت شايف كده ان انت ممكن تلعب 3 تمارين وماتشين، وواحد منهم ضد ريال مدريد والتاني ضد اتلتيكو. تمام، والمجموعه مجموعه 3 تمارين وماتشين. فاكر الرايفل بوينت اللي انا قلت لك عليها في الستور؟ هنا بقى بنستخدمها بلس ان ال3 تمارين والماتشين بيدوك 150 رايفل بوينت. تمام، طب هتقول لي مثلا لو انا عايز اجيب ميليتاو او حمدي، مكتوب لك هنا collect the rewards of the right unlock to the methylation reward. يعني معنى الكلام ده؟ معناه كلام ان انت لازم تقفل المسار اللي على اليمين
تمام، عشان تاخد اللاعب اللي انت اخترته، سكان ميليتاو او حمدي. تمام، وبس ده كان فيديو بتاع النهارده. اتمنى نعمل لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتابعني على حساباتي كلها عشان ماشي. يلا سلام.